يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في أسبوع جديد وحلقة جديدة. أرحب بكم، ومع الأسف الشديد في هذه الحلقة سنفتقد المذيع المتألق عبد الرحمن، ولظروف خاصة يسر الله أمرنا وأمره. دعونا نذكر بطريقة سير هذا البرنامج وطريقة المشاركة فيه. طريقة سير البرنامج سنوضح لكم سيرة أحد الصحابيات، وأول ما يتسنى لك معرفة هذه الصحابية تتصل وتعطينا جوابك عبر الرقم الظاهر لك في الشاشة، وننوه أننا فقط نستقبل الإجابة عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة، لا نستقبل الإجابة عبر صفحتنا في الفيسبوك أو عبر البث المباشر في قناتنا في اليوتيوب. ونذكر بأن قيمة الجائزة هي $100. سائل الله عز وجل أن تكون بإذن الله حلقة مليئة بالأفراح وحلقة مليئة بالمعلومات الثرية. دعونا نبدأ في صحابيتنا الجليلة لهذه اليوم. طبعا هي في شكلها اليوم صعبة كذا على المتابعين، لكن بنحاول أن نقرب المعلومات لعل وعسى إن شاء الله تتضح الإجابة. هي صحابية جليلة نسبها يلتقي مع نسب الصحابي سعد بن معاذ رضي الله عنه، في جدهما امرؤ القيس بن زيد بن عبد الأشهل. أبوها أبو الصحابية يزيد بن السكن بن رافع الأنصاري الذي استشهد في غزوة أحد. أبو الصحابية هو يزيد بن السكن بن رافع الأنصاري الذي استشهد في غزوة أحد. أسلمت صحابيتنا الجليلة لهذا اليوم في العام الأول للهجرة. دعونا نذكر المعلومات، لأن هذا المعلومات هذه مهمة جدا، وممكن لو لقيت معلومة تعرف الصحابية على طول. صحابية جليلة نسبها يلتقي مع نسب الصحابي سعد بن معاذ رضي الله عنه، في جدهما امرؤ القيس. أبوها أبو الصحابية هو يزيد بن السكن بن رافع الأنصاري الذي استشهد في غزوة أحد. أسلمت الصحابية الجليلة في العام الأول للهجرة. أيضا من ضمن يعني ما اشتهرت بها أنها من أوائل من بايعوا رسول الله، وكانت تعتز بهذا الحديث اللي هو أنا أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تعتز به. يبدو ما شاء الله تبارك الرحمن المتابعين عرفوا الإجابة. نستقبل أول اتصالاتنا لهذا اليوم المبارك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي ومن وين تكلميني؟ راوية خليل من السودان. راوية خليل من السودان، حياك الله أختي راوية. هل عرفت الإجابة؟ نعم، أسماء بنت يزيد الملقبة بأبو عامر. أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. شاكر لاتصالك ويحالفكم الحظ إن شاء الله. نذكر أن ممكن أنك أنت تذكر الاسم أو أنك تذكر اللقب. ناخذ ثاني اتصالاتنا ونقول ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي ومن وين تكلمني؟ معك عبد الرحمن محمد عبده من الرياض. يا مرحبا، حياك الله يا عبد الرحمن. عرفت الإجابة؟ أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. شاكر لاتصالك حبيبنا عبد الرحمن، ويحالفكم الحظ إن شاء الله. إلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، حياك الله. من معي ومن وين تكلميني؟ أفنان بيان من الرياض. أهلا وسهلا يا أفنان، حياك الله. عرفت الإجابة؟ إي نعم، أسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد. شاكر لاتصالك حبيبتي أفنان، ويحالفكم الحظ إن شاء الله. طيب، صوت جديد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. من معي ومن وين تكلميني؟ كريمة موسى من الرياض. كريمة موسى من الرياض. حياك الله أختي كريمة. عرفت الإجابة؟
أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، شاكر لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. متصل جديد، ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، من معي ومن وين تكلميني؟ خديجة نجاش من الرياض. خديجة نقاش من الرياض، حياك الله أخت خديجة. عرفت الإجابة؟ أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، شاكر لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. صوت آخر وضيف آخر، ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، من معي ومن وين تكلمني؟ الله يحييك، سعيد البقادر من اسطنبول. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله يا سعيد. عرفت الإجابة؟ الله يحييك، أسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد، شاكر لاتصالك حبيبي سعيد ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وضيف آخر، ألو السلام عليكم. ما شاء الله الاتصالات، أنا الإجابة ما شاء الله وضحت على طول، الحمد لله. كنت والله خايفين إن الإجابة ما يعرفون الصحابية على طول. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، يا مرحبا يا مرحبا. هلا، حياك الله أخوي أنس. يا مرحبا يا مرحبا، نورت الشاشة حبيبنا. الاسم الكريم ومن وين تكلمنا؟ معك أبو خيري عامر خيري محمد من الرياض. أبو خيري عامر خيري، يا مرحبا، من الرياض تكلمنا. يا مرحبا، حياك الله وحيا الله أهل الرياض. عرفت الإجابة يا غالي؟ أي والله، أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، شاكر لاتصالك حبيبنا عامر ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وصوت جديد، ألو السلام عليكم. سعيد جبرتي. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله يا عم سعيد. يا هلا وسهلا، يا هلا يا هلا بك. الله يحييك، من وين تكلمنا يا عم سعيد؟ من اسطنبول. يا حياك الله يا حياك الله يا عم سعيد. عرفت الإجابة؟ أسماء بنت زيد. أسماء بنت يزيد، شاكر لاتصالك حبيبي عم سعيد ويحالفكم الحظ إن شاء الله. متصل جديد، ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، من معي من وين تكلميني؟ عائشة برهان من اسطنبول. عائشة برهان من اسطنبول، يا مرحبا، حياك الله. عرفت الإجابة؟ أي نعم، أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، شاكر لاتصالك ويحالفكم الحظ إن شاء الله. صوت جديد، ألو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. من معي ومن وين تكلمني؟ معك رياض من السودان، رياض جاسر. رياض جاسر من السودان، يا مرحبا، حياك الله وحيا الله أهل السودان. الله يخليك، إن شاء الله كل عام وأنت بخير. وأنت بخير يا غالي، وأنت بخير إن شاء الله، صحة وسلامة. الله يخليك إن شاء الله. الله يحييك، يا مرحبا. الإجابة أسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد، شاكر اتصالك ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وصوت آخر، ألو السلام عليكم. عليك السلام. يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا. مين معايا؟ مين؟ تولين أحمد. تولين أحمد، أهلا وسهلا حبيبتي تولين، من الرياض تكلمينا، معروفة معلوماتك. أعطينا الإجابة على طول. أسماء، الاسم الثاني. أيوه، بنت يزيد. بنت يزيد. قولي أم عامر. طيب أم عامر. طيب ايش كويس تكلمين. شكرا لاتصالك حبيبتي تولين ويحالفك الحظ إن شاء الله. صوت جديد، ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله. من معي من وين تكلمني؟ أخوك بريان، أكلمك من تركيا. يا مرحبا، اي والله انك اخونا يا ابو ريان، الله يحييك يا غالي. الله يحييك، يا هلا والله، مفتقدين ابو ليلى ان شاء الله بالخير. والله يا اخي ابو ليلى له وحشه صراحه. اي والله لك الله يجزاك. ابو ريان موسى من اسطنبول. نعم، حافظين معلوماتك يا ابو ريان، لا تخاف. الله يكرمك. الله يحييك. اعطينا الاجابه يا غالي. الاجابه هي الصحابيه الجليله اسماء بنت يزيد. الصحابيه الجليله اسماء بنت يزيد، شاكر اتصالك حبيبنا ابو ريان ويحالفكم الحظ ان شاء الله.
وصوت من جديد. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. من معي ومن تكلميني؟ معك إشراق عبد الحميد من ماليزيا. إشراق عبد الحميد من ماليزيا، أهلا وسهلا، حياك الله أختي إشراق. هل عرفت الإجابة؟ نعم، أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. شاكر لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وصوت آخر. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي ومن تكلمني؟ خالد القطب من اسطنبول. حياك الله يا أبو خلود، يا مرحبا. الله يحييك ويبقيك. أعطينا الإجابة يا أبو خلود. أسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد. شاكر اتصالك حبيبنا خالد ويحالفكم الحظ إن شاء الله. ضيف آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. مين معايا؟ ياسر محمد. ياسر محمد. أهلا وسهلا حبيبي ياسر. من وين تكلمنا؟ من الرياض. يا حياك الله وحيا الله أهل الرياض. هل عرفت الإجابة يا حبيبي؟ أسماء. أسماء. أعطينا الاسم الثاني. ياسر معنا؟ أيوه. أسماء. إيش الاسم الثاني؟ يزيد. أسماء بنت يزيد. شاكر اتصالك حبيبي ياسر ويحالفك بالحظ إن شاء الله. صوت جديد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. حبيبنا هل تسمعني؟ ألو السلام وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك. معكم رحمة حسين من السودان. من؟ رحمة حسين رحمة حسين من السودان. حياك الله أختي رحمة. هل عرفت الإجابة؟ أسماء بنت يزيد أسماء. رضي الله عنها. أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. شاكر لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. صوت جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا حبيبي. اسمك الكريم ومن وين تكلمنا؟ صديق البرنامج عبد الرحمن أحمد من السعودية. أهلا وسهلا بصديق البرنامج وحبيبنا عبد الرحمن. أعطينا الإجابة يا صديق البرنامج. أسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد. شاكر اتصالك يا صديق البرنامج ويحالفك الحظ إن شاء الله. ومتصل وضيف آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. طيب إلى أن يأتينا الاتصال الثاني دعونا نذكر بطريقة المشاركة في هذا البرنامج. سنطرح لكم كما ذكرنا سيرة أحد الصحابيات الجليلات، وأول ما يتسنى لك معرفة الصحابية تتصل وتعطينا إجابتك عبر الرقم الظاهر لك في الشاشة. نستقبل فقط الإجابات بالاتصال، لا نستقبلها عبر البث المباشر في قناتنا في اليوتيوب وعبر صفحتنا في الفيسبوك. نستقبلها فقط عن طريق الاتصال. نستقبل الإجابة ونذكر بأن قيمة الجائزة هي $100 والسحب يومي. طيب معنا اتصال ونكمل معلومات. طيب ناخذ اتصال. نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. فريدة سعيد من الرياض. فريدة سعيد من الرياض. حياك الله أختي فريدة. هل عرفت الإجابة؟ أيوة، أسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد. شاكر لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير ونعود إليكم.
أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر على شبكة سلام الإعلامية. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. رمضان هو شهر القرآن، شهر العتق والغفران، شهر ترفع فيه الدرجات وتجاب فيه الدعوات. فلنطف معا أحبة الكرام ولنتنسم عبيره وشمائله بصحبة ضيوف أعزاء ومشايخ أجلاء طوال أيام هذا الشهر الكريم، لنسلط الضوء على أهم القضايا والمواضيع الرمضانية التي تهم شعبنا الإريتري على امتداد هذه البسيط. مع البرنامج المباشر لنتحاور في رمضان على شبكة سلام الإعلام. لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا. هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير دعونا ننوه على أمرين قبل أن نستقبل الاتصال. الأمر الأول، نذكر جميع الفائزين اللي فازوا معنا الأسبوعين الماضية بأن يتواصلوا مع رقم القناة لكي يستلموا جائزتهم، ونذكر بطريقة المشاركة في هذا البرنامج عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة. نستقبل اتصالاتكم ونشرف بسماع أصواتكم، ونذكر بأن قيمة الجائزة هي $100 بشكل يومي. ناخذ اتصال ونقول ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا. من معي من تكلميني؟ أهلا. رنا نسيب موسى من اسطنبول تركيا. رنا موسى. رنا موسى. أيوة رنا موسى. رنا موسى من اسطنبول، حياك الله أختي رنا. هل عرفت الإجابة؟ الله يسلمك يا رب. إله. نعم، أسماء بنت يزيد. اللهم أرضى عنا. أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وعنهم. شاكر لاتصالك ويحالفكم الحظ إن شاء الله. ومتصل آخر وضيف آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا. أم ريان أسماء بنت يزيد. أم ريان أسماء بنت يزيد، حياك الله. رضي الله عنها. من وين تكلمينا يا أم ريان؟ معليش لو تعطينا اسم. من السعودية. من السعودية أم ريان. من السعودية. أم ريان لو تعطينا اسم ثاني بس عشان لو تعطينا اسم بس عشان ما نضيع بس. حياة سعيد. أم ريان. حياة سعيد. مين؟ حياة سعيد. حياة سعيد. أم ريان حياة سعيد من السعودية. شاكر لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، حياكم الله. من معي ومن تكلميني؟ هلا محمد من الرياض. هلا محمد من الرياض، أهلا وسهلا يا هلا. هل عرفت الإجابة؟ أسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد، شاكر لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. صوت جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. من معي ومن تكلميني؟ السودان. إحسان حسين من السودان. إحسان حسين من السودان، أهلا وسهلا أختي إحسان. عرفت الإجابة؟ أسماء الله عنها. أسماء الاسم الثاني. أسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، شاكر لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. ضيف آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي من تكلميني؟ خديجة أحمد من مصر. خديجة أحمد من مصر، أهلا وسهلا أختي خديجة. عرفت الإجابة؟ أسماء بن يزيد رضي الله عنها. أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، شاكر لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. صوت جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. معكم خضرة صالح من السودان. خضرة صالح من السودان، أهلا وسهلا أختي خضرة. هل عرفت الإجابة؟ أسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد، شكرا لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. متصل جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا يا حبيبي. من معايا ومن تكلمني؟ عبد العزيز أحمد صاحب البرنامج. عبد العزيز أحمد صديق البرنامج، أهلا وسهلا يا عزوزي. من وين تكلمنا يا عبد العزيز؟ من الرياض. أهلا وسهلا. عرفت الإجابة يا حبيبي؟ إيه. تفضل. أسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد، شكرا يا حبيبي عبد العزيز ويحالفك الحظ إن شاء الله. صوت جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، حياكم الله. من معي ومن تكلميني؟ صابرين حسن من الرياض. صابرين حسن من الرياض، أهلا وسهلا يا صابرين. عرفت الإجابة؟ الإجابة أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، شاكر لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. ضيف آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. من معي ومن تكلميني؟ ملك سعيد من اسطنبول. ملك سعيد من اسطنبول، حياك الله أختي ملك. عرفت الإجابة؟ أسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد، شاكر لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. صوت جديد. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ هناء سعيد من جدة. هناء سعيد هناء سعيد من جدة. أهلا وسهلا أختي هناء، عرفت الإجابة؟ أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، شاكر لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. صوت جديد. ألو السلام عليكم. جود بدري من جدة. جود بدري من جدة، أهلا وسهلا يا جود، عرفت الإجابة؟ أيوة، أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، شاكر لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. ضيف آخر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله. الله يحييك، شلونك يا أبو صقر؟ والله بخير ونعمة، يا مرحبا يا مرحبا. ما يحتاج تعرف عن نفسك ولا وين ولا حتى الإجابة بعد في واسطة يا أبو. الله يسلمك الله يسلمك، أمس عليك وعلى المشاهدين. الله يحييك. واليوم لحالك أجل. والله يا أخي افتقدنا أبو ليلى، كان ودنا تعوض مكانه لكن عاد الشكر لله. لكن أنت قدها وقدود يا أبو صقر. الله الإجابة هي طال عمرك أسماء بنت يزيد بنت أبي معاوية. عبد الرحمن برهان. أسماء بنت يزيد، شاكر لاتصالك حبيبنا عبد الرحمن. وسم عبد الرحمن برهان من اسطنبول. نعم. أنعم وأكرم أنعم وأكرم الحبيب، شاكر لاتصالك يا حبيبنا ويحالفك الحظ إن شاء الله. صوت جديد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا، حياكم الله. من معي ومن تكلميني؟ جواهر محمود من السودان. جواهر محمود من السودان، أهلا وسهلا أختي جواهر، عرفت الإجابة؟ الإجابة أسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد، شاكر لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. صوت جديد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، حياكم الله. من معي ومن تكلميني؟ مريم جهر علي من الرياض. مريم جهار علي من الرياض، حياك الله أختي مريم، عرفت الإجابة؟ أيوة، أسماء بنت زيد. أسماء بنت يزيد، شاكر لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. صوت جديد. ألو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله. من معي ومن تكلمني؟ عمار جمال من اسطنبول. عمار جمال من اسطنبول، يا مرحبا يا عمار، حياك الله. عرفت الإجابة يا عمار؟ الله. اي نعم. تفضل. أسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد، شاكر لاتصالك حبيبنا عمار جمال ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. من معي ومن تكلمني؟ يا محمد عبد الله من اسطنبول. ريان ولد الشيخ محمد عبد الله من اسطنبول، حياك الله يا حبيبي، عرفت الإجابة؟ الله يحييك. نعم، أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. أسماء بنت يزيد، شاكر لاتصالك ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. من معي ومن تكلميني؟ فوزية سعيد من الرياض. فوزية سعيد من الرياض، حياك الله أختي فوزية، هل عرفت الإجابة؟ أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، شاكر لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. صوت جديد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. من معي من تكلمني؟ يوسف من الرياض. يوسف من؟ يوسف محمد من الرياض. يوسف محمد من الرياض، حياك الله يا حبيبي يوسف، عرفت الإجابة؟ أسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد، شاكر لاتصالك ويحالفك الحظ إن شاء الله. متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي ومن تكلمني؟ معاك أبو ريتاج من
تركيا اسطنبول. يا مرحبا، حياك الله يا ابو رتاج. ابو رتاج اعطينا اسمك بس عشان ما نضيع. بس ابو رتاج منصور. ابو رتاج منصور من اسطنبول. حياك الله حبيبي ابو رتاج. عرفت الاجابه يا غالي؟ الله يحييك. اسماء بنت زيد، الصحابيه اسماء بنت زيد. اسماء بنت، تأكد زيد ولا بتغير؟ زياد. اسماء بنت يزيد. اسماء بنت يزيد رضي الله عنها. شاكر لاتصالك ويحالفك الحظ ابو رتاج حبيبنا. صوت جديد. الو السلام عليكم. اقول لك ايش الو السلام عليكم. صوت جديد. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. نذكر مشاهدينا الكرام بأن يستمعوا إلينا عن طريق الهاتف ويوطون للشاشة بس بحيث أن احنا نقدر نسمعهم وناخذ أجوبتهم بشكل واضح. ونذكر أن الإجابة نستقبلها عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة. أنا لا نستقبل إجابة عن طريق الفيسبوك وعن طريق البث المباشر في اليوتيوب. ونذكر بأن قيمة الجائزة هي $100 تسحب بشكل يومي. ومن فازوا معنا في السابق لا بد أن يتواصلون مع رقم القناة بحيث يعني يأخذون فكرة أو طريقة تسليم الجائزة لهم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي ومن تكلمني؟ معك محمد نور من اسطنبول. محمد نور من اسطنبول. حياك الله حبيبي محمد. عرفت الإجابة؟ الله يحييك يا رب. أسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد. شاكر لاتصالك حبيبنا محمد نور ويحالفك الحظ إن شاء الله. الله يحييك يا حبيبي. صوت جديد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الو عليكم السلام. حياك الله. من معي ومن تكلميني؟ جميلة سعيد من النرويج. جميلة سعيد. يا مرحبا. حياك الله خالتي جميلة. هل عرفت الإجابة؟ حبيبي ايوه اسماء بنت يزيد رضي الله عنها. أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. شاكر لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. صوت جديد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. طيب لعلنا نستقبل هذا الاتصال بعد هذا الفاصل القصير. لا تذهبوا بعيدا، انتظرونا. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان. إننا قوم خلقنا قيم. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطأطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك،
ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير نذكر بطريقة المشاركة في هذا البرنامج عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة، ونذكر بأن قيمة الجائزة هي $100. نستقبل فقط الأجوبة عبر الاتصالات، ولا نستقبلها عبر البث المباشر في قناتنا في اليوتيوب عبر صفحتنا في الفيسبوك. ناخذ اتصال ونقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. مين؟ الله يكرمك يا غالي. أسامة إدريس من اسطنبول. المعلومات هذه عندنا، أعطينا الإجابة على طول. الإجابة أسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد، شاكر اتصالك، وبإذن الله الفرحة من نصيبك يا أسامة اليوم. متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا. من معي ومن تكلميني؟ معك منى خيار من اسطنبول. يا مرحبا، حياك الله يا خالتي منى. عرفت الإجابة؟ الله يحييك. الله يحييك. أيوة عرفت الإجابة. تفضلي. هي الصحابية السيدة أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. شاكر لاتصالكم خالتي منى، ويحالفكم الحظ إن شاء الله. صوت جديد. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. من معي ومن تكلميني؟ الله يخليك. مروة سعيد من السودان. مروة سعيد من السودان. أهلا وسهلا أختي مروة. هل عرفت الإجابة؟ نعم. تفضلي. أسماء بنت أسماء بنت يزيد. شاكر لاتصالكم، ويحالفكم الحظ إن شاء الله. صوت جديد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الاسم الكريم ومن معي؟ طاهرة محمد من الرياض. طاهرة محمد من الرياض. أهلا وسهلا أختنا طاهرة. هل عرفت الإجابة؟ أسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد. شاكر لاتصالكم، ويحالفكم الحظ إن شاء الله. السلام عليكم. ضيف آخر. ألو السلام عليكم. عبد الرحمن سعيد، أكلمك من اسطنبول. عبد الرحمن سعيد، حياك الله حبيبنا عبد الرحمن. عرفت الإجابة؟ أي. تفضل. أسماء بن زيد رضي الله عنها. أسماء بنت زيد رضي الله عنها. شاكر لاتصالك، ويحالفك الحظ إن شاء الله. صوت جديد. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله، أهلا وسهلا. من معي ومن تكلميني؟ شدن بدري من جدة. شدن بدري من جدة. أهلا وسهلا. هل عرفتم الإجابة؟ أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. شاكر لاتصالكم، ويحالفكم الحظ إن شاء الله. ضيف آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. حليمة آدم من الرياض. حليمة آدم من الرياض. أهلا وسهلا. هل عرفتم الإجابة؟ أسماء بنت يزيد رضي الله عنها.
أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، شاكر لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. صوت جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. اسمعنا من الجوال. أسماء بنت يزيد رضي الله. اسمعنا من الجوال يا غالي. عبد الرحمن عثمان. تفضل. عبد الرحمن عثمان، من وين تكلمنا؟ من الرياض. من الرياض. هل عرفت الإجابة يا حبيبي؟ ايوه. تفضل. وين السجادة؟ أسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد. عبد الرحمن عثمان من الرياض، شاكر لاتصالك حبيبي ويحالفك الحظ إن شاء الله. صوت جديد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، حياك الله. من معي؟ من وين تكلمني؟ اسمك؟ عمر اسطنبول. مين؟ عمر من اسطنبول. أنا سمعت عمر، الاسم الثاني ما سمعته والله. اسلام. عمر إسلام من اسطنبول. أهلا وسهلا حبيبي عمر. عرفت الإجابة؟ أسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد. وصلت الإجابة حبيبي، وصلت الإجابة. شكرا لاتصالك يا حبيبي. إلى آخر اتصالاتنا لهذه الحلقة المباركة. ألو السلام عليكم. الله يعطيك العافية. معك سارية حلابة من اسطنبول. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله سارية حلابة. حياكم الله، الله يسعدكم ويعطيكم العافية يا رب. الله يحييك. تكلمنا من وين تكلمنا؟ الاسم من اسطنبول. من اسطنبول. من اسطنبول. أهلا وسهلا يا ساري. عرفت الإجابة؟ الله يسعدك يا رب. أسماء بنت زيد رضي الله عنها. يزيد رضي الله عنها. زيد ولا يزيد يا ساري؟ أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، شاكر لاتصالك حبيبنا ساري ويحالفك الحظ إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعدها إن شاء الله سنعلن الفائز لهذه الحلقة، فانتظرونا. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبنائي من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان،
ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير نذكر الجميع بأن، أو مو نذكر، نعلن الإجابة الصحيحة كانت هي أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. جميع الاتصالات ما شاء الله تبارك الرحمن كانت إجابتها صحيحة، وأنا كنت خايف من البداية صراحة أن تكون الصحابية لهذا اليوم صعبة، لكن ما شاء الله عليكم جبتوها من أول معلومتين تقريبا. دعونا ندخل في السحب. المرة هذه ما في عاد أبو ليلى يلخبط قبل ما نسحب، فلعلنا نأخذ الفائز لهذا اليوم. ونذكر بأن قيمة الجائزة هي $100 بشكل يومي. نبارك للفائز في هذه الحلقة لهذا اليوم الأخت جواهر محمود من السودان. ألف مبروك، جائزة بقيمة $100. جواهر محمود من السودان، نبارك لك هذا الفوز، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لك في هذا المبلغ. ونعتذر من جميع المشاهدين اللي اتصلوا وما حالفهم الحظ. بإذن الله لسه ورانا الأسبوع هذا تونا في بدايته والأسبوع الذي يليه، وبإذن الله تكون الجوائز من نصيبكم. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة. هذا محدثكم أنس بيان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلق